بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي للتمريض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع الجزء الثاني من أساسيات التمريض عملي. كنا انتهينا في الجزء الأولاني من أساسيات التمريض عملي، شرحنا المصطلحات المهمة الخاصة بالهاند ووشنج. النهاردة إن شاء الله هنشرح أول حاجة وهي الانديكيتور اوف هاند هايجين. قبل ما نخش في الشرح جهز الكتاب بتاعك الكتاب العملي وكوباية الشاي اللذيذة، وإن شاء الله نبدأ على بركة الله. احنا المرة اللي فاتت شرحنا مصطلحات تخص الهاند ووشنج، عرفنا من خلالها معنى الهاند ووشنج أو الهاند هايجين، وعرفنا التايبس أو أنواع الهاند هايجين. قلنا إن في عندنا أول نوع وهو الروتين هاند ووش، وتاني نوع الأنتيسبتيك هاند ووش، وتالت نوع الأنتيسبتيك هاند راب، ورابع نوع وهو السيرجيكال أنتيسبسيس. طبعا في الآخر عملنا الجدول الجميل ده ولخصنا فيه الأربع أنواع والفرق بينهم. النهاردة هنبدأ بحاجة كنا ممكن احنا نقولها المرة اللي فاتت، فإن شاء الله يعني نبدأ بيها النهاردة، وهي Indicators of Hand Hygiene. يعني ايه Indicators؟ قلنا كلمة Indicator أو Indications معناها دواعي الاستخدام. يعني ليه بقى بنستخدم الهاند هايجين؟ ايه المواقف أو ايه الحاجات اللي تخلينا نستخدم الهاند هايجين؟ هنا بيقول لنا according to the World Health Organization، وعرفنا ال World Health Organization وهي ال WHO اللي هي منظمة الصحة العالمية. عندنا في حاجة اسمها ال 5 moments for hand hygiene، يعني الأربع مواقف أو الأربع أحداث اللي تخلينا إن احنا نستخدم الهاند هايجين. فإيه بقى الحاجات اللي احنا تخلينا نستخدم الهاند هايجين؟ أول حاجة وهي before patient contact. طبيعي قبل ما تروح تتعامل مع المريض يجب عليك إن أنت تغسل إيديك. يعني إذا كنت أنت بتغسل إيديك قبل ما تروح تاكل أو تشرب عشان خاطر ما تلوثش الأكل، فبالتالي أنت برضك قبل ما تروح تتعامل مع المريض يجب عليك إن أنت تعمل هاند هايجين أو تعمل هاند ووشنج، بحيث إن أنت بتحمي المريض من الميكروبات، وفي نفس الوقت انت بتحمي نفسك من الميكروبات اللي ممكن تكون جاية من المريض. يبقى عندنا أول حاجة مهمة لابد إن احنا نعمل قبلها هاند هايجين أو هاند ووشنج، وهي before patient contact. before معناها قبل، وهنلاقي كلمة before وكلمة after هنا بتتكرر معانا، كده لازم نحفظ كلمة before معناها قبل، وهنا كلمة patient معناها المريض، وكونتاكت الاتصال أو التواصل أو التعامل مع المريض. يبقى هنا قبل التعامل أو قبل الاتصال بالمريض، يعني قبل ما أروح أتعامل مع المريض، سواء هديله حقنة، سواء هركبله كانولا، أعلق له محلول، أي حاجة هروح إن أنا أتعامل مع المريض لابد إن أنا أعمل هاند ووشنج أو غسيل الأيدي. دي أول حاجة. تاني حاجة وهي after patient contact، هي مفروض تاني حاجة دي كانت رابع حاجة، ولكن أنا خليتها لك تاني حاجة عشان خاطر إن أنت ما تتلخبطش وتفتكرها بسرعة. يبقى هنا before patient contact قبل ما نتعامل أو نتصل بالمريض، والعكس إن إحنا بعد ما نخلص الشغل مع المريض after patient contact بعد الاتصال بالمريض أو بعد ما نتعامل مع المريض. يعني أنت خلصت الرعاية بتاعة المريض، سواء أعطيته حقنة، سواء علقت له محلول، سواء إن أنت عملت له أي حاجة، فأنت بتعمل هاند ووشنج. والحاجة دي بتبقى أهم من الحاجة الأولانية، يعني إن أنت بعد ما تتعامل مع المريض مهم جدا أو أهم حاجة إن أنت تعمل هاند ووشنج، أهم من إن أنت تروح قبل ما تتواصل معاه، لأن أنت طبعا بعد ما تتعامل مع المريض تبقى نسبة الانفكشن أو نسبة العدوى ونسبة الميكروبات بتبقى أعلى، فبالتالي أنت بتعمل هاند ووشنج وبتعمل هاند هايجين. يبقى هنا عندنا أول حاجة قبل ما نتواصل مع المريض، وتاني حاجة بعد ما نتواصل مع المريض after patient contact. بعد كده تالت حاجة بقى وهي before clean and aseptic task.
هي موجودة في الكتاب عندكم before and antiseptic task. طبعا أنا أعتقد إن هي مكتوبة غلط في الكتاب، لكن هي الصح before clean وaseptic task. يعني إيه before clean وaseptic task؟ هنا عندنا في مهمات لابد بتتطلب التنظيف ومهمات بتتطلب التعقيم. يعني في حاجات زي ما احنا كده هنعرف في البروسيجر أو الحاجات اللي هنشرحها في الهاند هايجين، أنواع الهاند هايجين. وفي حاجات احنا مجرد بس بنغسل بالصابونة العادية وبنقول عليها كلين تاسك، يعني مهمات بتتطلب مجرد ان احنا ننظف ايدينا بالصابونة العادية. وفي بقى حاجات تانية او مهمات تانية قبل ما نعملها لابد ان احنا نعمل عملية تعقيم، زي طبعا العمليات الجراحية لابد ان احنا نعمل تعقيم لايدينا كويس، ودي بنقول عليها سيبتك تاسك اللي هي مهمات تتطلب التعقيم. هنا سواء قبل المهمات اللي بتتطلب التنظيف أو قبل المهمات اللي بتتطلب التعقيم زي العمليات الجراحية، احنا بنعمل هاند ووشنج، بنغسل ايدينا بأي نوع من أنواع غسيل الأيدي. رابع حاجة بقى عندنا وهي After Body Fluid Exposure Risk. هنا يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني بعد التعرض لسوائل الجسم، طبعا جسم المريض. يعني انت دلوقتي بعد ما رحت اتعاملت مع المريض جه على ايدك دم او جه على ايدك مثلا اي افرازات طالعه من المريض، فانت بالتالي بتروح بسرعه تغسل ايديك بحيث ان انت تتخلص من الافرازات اللي جات على جسمك، وان انت تنظف نفسك كويس وبالتالي تبعد عن الانفكشن العدوى. لان احنا زي ما قلنا في اسباب الهاند ووشنج قلنا تو بريفنت انفكشن عشان نمنع العدوى. فبالتالي هنا عندنا بعد ما تتعرض للفلويد او البادي فلويد اللي هي سوائل الجسم، المقصود بيها سوائل الجسم بتاع المريض، فانت هنا بتعمل هاند ووشنج عشان تمنع العدوى ان هي توصل لك. اخر حاجة عندنا هي after contact with patient surrounding. يعني ايه بقى كلمة surrounding هنا معناها الاشياء المحيطة بالمريض. يعني لو انت لمست اي حاجة موجودة بجانب المريض، يعني جيت مثلا على المخدة بتاع المريض، المخدة دي بتبقى مليانة انفكشن وميكروبات نتيجة طبعا ان المريض لمس الحاجة دي. فانت لو لمست اي حاجة خاصة بالمريض، مثلا كوباية اللي هي بيشرب منها المريض، او على سبيل المثال السرير اللي نايم عليه المريض، فانت بالتالي بتعمل هاند ووشنج ضروري جدا عشان خاطر تمنع العدوى. يبقى هنا after contact with patient surrounding، يعني لو عملنا تواصل أو لمسنا الأشياء المحيطة بالمريض فلا بد إن احنا نعمل هاند ووشنج. يبقى نراجع عليهم على السريع. هنا عندنا indicators for hand washing أو hand hygiene. أول حاجة before patient contact قبل ما نتواصل مع المريض، after patient contact بعد ما نتواصل مع المريض، وثالث حاجة before clean وaseptic task يعني قبل المهمات اللي بتتطلب التنظيف والتعقيم، ورابع حاجة after body fluid exposure risk يعني لو تعرضنا لسوائل الجسم بتاع المريض، وخامس حاجة after contact with patient surrounding يعني لو تم اتصال أو بعد الاتصال بالأشياء المحيطة بالمريض زي ما قلنا زي السرير والملاية والمخدة أو الحاجة اللي هي بيستعملها المريض زي كوباية الشرب والكلام ده كله. هنا طبعا جايب لنا في الشكل ده، هنا عندنا الشكل هنا بيوضح الكلام ده كله أو الخمس حاجات زي ما احنا شايفين كده. رقم واحد before touching a patient قبل لمس المريض، التاتش هنا لمس. رقم اتنين هنا before clean وaseptic procedure زي ما قلنا كده لو حاجة تتطلب التنظيف أو تتطلب التعقيم زي تعليق المحاليل وتركيب الكانيلات. فقبل ما بنعمل حاجة للمريض لابد إن احنا نغسل إيدينا. هنا عندنا رقم 3 after body fluid exposure risk يعني لو تعرضنا لسوائل الجسم بتاع المريض. رقم 4 after touching a patient يعني بعد ما لمسنا المريض أو تواصلنا مع المريض. وآخر حاجة هنا after touching patient surrounding يعني لو لمسنا حاجة محيطة بالمريض زي ما جايبين هنا في الصورة السرير بتاع المريض. يبقى دي عندنا الخمس حاجات اللي بتتطلب إن احنا نعمل هاند ووش.
هنا بقى صورتين جايبهم لك مش موجودين عندك في الكتاب، وهي أول حاجة عندنا هنا أكتر مناطق موجودة في اليد الهاند اللي أنت لابد إن أنت تركز عليها وأنت بتعمل غسيل الأيدي. عندنا أول حاجة وهي الفينجر تيبس. إيه الفينجر تيبس دي؟ اللي هي الصوابع من الأمام. الصوابع من الأمام دي بتبقى أكتر حاجة يعني ممكن إن إحنا يعني ما نغسلهاش كويس، فلابد إن أنت تخلي بالك وبتركز عليها كويس. يبقى الفينجر تيبس اللي هي مقدمات الأصابع، اللي هي في مقدمة الأصابع، المناطق اللي موجودة في مقدمة الأصابع. وأندر فينجر نيلز يعني تحت الأظافر. تحت الأظافر برضه بيختبئ الميكروبات، فبالتالي من المناطق اللي بنركز عليها واحنا بنعمل هاند ووشنج. بعد كده في عندنا هنا منطقة برضه وهي الباك اوف هاند يعني ظهر اليد. دي برضه من الحاجات اللي بنركز عليها واحنا بنعمل هاند ووشنج. في برضه عندنا هنا بتوين الفينجرز يعني بين الأصابع، برضه بنركز عليهم. عندنا هنا بيز اوف ذا ثامب يعني اللي هو المنطقة السفلى من الإصبع الكبير، شايفين هنا الإصبع الإبهام. ده أكتر حاجات من الحاجات برضه اللي إحنا بنركز عليها في غسيل الأيدي. عندنا هنا اللي هو الريست اللي هو مفصل المعصم. الريست هنا ده برضه بنركز عليه وإحنا بنعمل هاند ووش. يبقى دي المناطق اللي إحنا أكتر حاجة ممكن يعني نغفل عنها ولابد نركز عليها. هنا في الصورة بقى بيقول لك remember تذكر إن البكتيريا والفيروسز can cause illness and even death. يعني ممكن البكتيريا والفيروسات تسبب المرض can cause illness يعني تسبب المرض and even death وممكن توصل للموت. يعني ممكن عيان يجيله عدوى بسبب إن أنت ما عملتش غسيل أيدي كويس وكنت بتتعامل مع مريض قبليها، هيجيله عدوى ممكن تؤدي إن هو يجيله نفس المرض أو إن هو حتى يموت بسبب هذه العدوى. يبقى هنا عندنا الهاند ووشنج مش حاجة سهلة، بالعكس دي من الحاجات المهمة زي ما قلنا الفيديو اللي فات، من الحاجات المهمة جدا إن أنت بتخلي بالك منها وتقعد معاك في جميع مراحل الدراسة، ولابد إن أنت تركز عليها في شغلك كممرض. هنا عندنا بقى في السبلاي نيدد اللي هي الأدوات اللازمة. دي الأدوات اللازمة في البروسيجر اللي جاي أو الحاجات اللي احنا هنشرحها اللي هما 3 بروسيجر اللي هما الأنتي سيبتيك هاند راب والأنتي سيبتيك هاند ووش والسيرجيكال أنتي سيبسيس. دي الأدوات لل3 بروسيجر. في كلمة تيوبمنت وهي الأدوات. هنا عندنا أول حاجة وهي السوب أور ديترجنت. كلمة سوب معناها صابون وديترجنت معناها منظف، يعني لا إما صابون عادي طبعا أو صابون مضاد للبكتيريا، وديترجنت يعني منظف، يعني سائل منظف زي اللي بيجي مثلا جاهز في العلب، فده كلمة ديترجنت هنا منظف. تاني حاجة وهي الورم رانينج ووتر، يعني يكون المياه اللي احنا بنستخدمها تكون مياه جارية يعني نازلة من الحنفية، ويفضل إن هي تكون ورم يعني دافئة، لأن احنا عارفين الورم ووتر المياه الدافية من الحاجات اللي بتطهر وبتقضي على البكتيريا والفيروسات. وتالت حاجة هنا عندنا البيبر تاولز. بيبر تاولز كلمة تاولز معناها خوط، وبيبر معناها طبعا ورق، وهنا دي كلمة بيبر تاولز معناها خوط ورقية. طبعا الخوط الورقية دي بنستخدمها في التنشيف زي ما هنشوف كده في شرح البروسيجر. عندنا هنا بقى رابع حاجة وهي الكحول. طبعا مادة الكحول أو سائل الكحول زي ما قلنا بيبقى تركيزه من 60 ل 90%، ده برضو هنستخدمه في أول بروسيجر زي ما هنشوف. في هنا عندنا طبعا من الحاجات برضو اللي هي موجودة وهي الأنتي سيبتيك كلينر يعني منظف مطهر. عندنا هنا الفينجر نيلز براش اللي هي فرشاة الأظافر. دي طبعا زي ما هنعرف كده المنظف المطهر ده لابد ان احنا نستخدمه الانتي سيبتيك هاند ووش والسيرجيكال انتي سيبسيس. وهنا عندنا فينجر نيل براش، طبعا بنستخدمها الفرشة دي اللي بننظف بيها تحت الأظافر. قبل ما نخش على أول بروسيجر
في 3 حاجات لابد إن أنا أقول لك عليهم قبل ما أنت تعمل أي بروسيجر. تعمل 3 أشياء. عندنا ال3 حاجات اللي إحنا المفروض نخلي بالنا منهم قبل ما نعمل بروسيجر وافتكرهم كويس. أول حاجة وهي البريبريشن وهي التحضير. يعني إيه بقى البريبريشن؟ يعني إن أنت تحضر الأدوات بتاعتك زي ما قلنا فوق كده. الأدوات المطلوبة أنت قبل ما بتروح تعمل هاند ووشنج بتحضر الأدوات. طبعا في حاجات غير تحضير الأدوات زي ما هتعرف بعد كده كل ما تاخد بروسيجر أكتر إن في حاجات بتحضرها غير الأدوات زي تحضير المريض. يعني في بعض الحاجات اللي أنت بتروح تعملها للمريض بتتطلب منك إن أنت تحضر المريض، يعني تحطه في وضع معين أو إن أنت تخلي المريض يعمل حاجة معينة قبل ما أنت تعمل البروسيجر. دي طبعا حاجات هتعرفها سواء السنة دي أو السنة الجاية إن شاء الله. يبقى هنا عندنا أول خطوة وهي البريبريشن التحضير، إن أنت تحضر الأدوات بتاعتك وتحضر نفسك قبل ما تعمل البروسيجر اللي أنت هتعمله. تاني حاجة وهي الامبلمنتيشن، يعني أنت كده حضرت الأدوات وحضرت نفسك وحضرت المريض. بعد كده هنخش بقى في الامبلمنتيشن وهي التنفيذ. طبعا كلمة implementation دي معروفة ومرت عليك في الأساسيات النظري ومرت علينا كذا مرة، وهي معنى كلمة implementation وهي تنفيذ البروسيجر اللي انت هتعمله. ثالث حاجة بقى وهي الدوكيومنتيشن. ايه بقى الدوكيومنتيشن دي؟ حاجة أول مرة نسمعها. دي هنعرف ان انت بعد ما بتخلص البروسيجر بتاعك بتعمل عملية دوكيومنتيشن، يعني عملية تسجيل. يعني انت دلوقتي لو رحت قست الحرارة للمريض بعد ما بتخلص قياس الحرارة، فلابد ان انت تسجل قياس الحرارة بعد ما تخلص عشان اللي يجي بعدك الشفت اللي بعدك يعرف الحرارة بتاع المريض، او الشفت اللي بعده يعرف، او الدكتور طبعا لو حد يعرف حرارة المريض في الساعة الفلانية فبيبص على التسجيل بتاعك. يبقى هنا التسجيل من الحاجات المهمة جدا بعد ما بتخلص المهمة اللي انت بتعملها مع المريض او البروسيجر اللي انت بتعمله مع المريض. يبقى دي 3 حاجات لابد ان انت تفتكرهم كويس وهيفضلوا معاك ان شاء الله في كل البروسيجر، وهي البريبريشن والامبلمنتيشن والدوكيومنتيشن. هنا زي ما مكتوب ان شرح البروسيجر عبارة عن ستيب باي ستيب جايد، يعني طريقة خطوة بخطوة. يعني جايب لك شرح البروسيجر او شرح الاجراء اللي هنعمله دي طريقة ستيب باي ستيب، يعني خطوة بخطوة. فأنا هنا يعني حاولت إن أنا أجيب لك صور جديدة غير اللي موجودة في الكتاب بحيث إن أنت تكون مركز أكتر وتكون واضحة أكتر من اللي في الكتاب. أول حاجة طبعا عندنا هنا أول بروسيجر وهو الأنتي سيبتيك هاند رب. الأنتي سيبتيك هاند رب قلنا لو تفتكروا كده، أيوة جدعين برافو عليكم. الأنتي سيبتيك هاند رب هنستخدم الكحول. قلنا هنستخدم الكحول اللي هو بيسمى الكحول بيزد هاند رب. ده زي ما قلنا عبارة عن تركيز من 60 ل 90%. يبقى أول حاجة نخلي بالنا منها في الأنتي سيبتيك هاند رب إن الأدوات المطلوبة عندنا هنا وهي الكحول بيزد هاند رب، اللي هو الكحول طبعا المجهز إن إحنا نعمل بيه عملية غسيل للأيدي. يبقى كحول عبارة عن سائل، بس سائل قوامه تقيل شوية، فده بيبقى يستخدم للأنتيسيبتيك هاند رب. في جملة أنا ضفتها من الحاجات المهمة اللي تخلي بالك منها، وهي before implementing، يعني قبل ما تنفذ ensure that your hands aren't contaminated with soil, dirt or infected fluid. يعني ايه بقى الكلام ده؟ دي حاجة طبعا مش موجودة عندك في الكتاب، ولكن لابد ان انت تخلي بالك منها. ان انت قبل ما تعمل انتي سيبتيك هاند رب فتتأكد من ايديك تكون غير ملوثة بالسويل بالأتربة والديرتس اللي هي الأوساخ or infected fluid. infected fluid يعني السوائل الملوثة زي البلاد اللي هو الدم، واليورين اللي هو البول يعني البول بتاع المريض، or any secretion. كلمة secretion هنا معناها إفرازات أو أي إفرازات. قبل ما تروح تعمل antiseptic hand rub وتبص في إيديك وتتأكد إن إيدك ما فيهاش تراب
مفيهاش أي ديرتس يعني أوساخ أو سوائل يعني زي الدم واليورين والانيسيتريشن. فدي من الحاجات المهمة جدا. يبقى هنا الأنتيسيبتيك هاند راب بنستخدمه بعد ما نعمل غسيل للأيدي لو فيها أي سوائل أو أي أتربة، فبيبقى بعديها طبعا ما ينفعش إن احنا نعمل أنتيسيبتيك هاند راب وتكون الإيد عليها سوائل أو أي أوساخ أو أي أتربة. يبقى دي من الحاجات المهمة جدا. لو أنت سمعتها قبل كده خير وبركة، ولو أول مرة تسمعها فيعني دي من الحاجات المهمة جدا اللي أنا يعني خليت بالي إن أنا أقولها لك بحيث إن أنت لابد تكون عارف. هنا عندنا بقى هنبدأ الإجراء وهو الأنتيسيبتيك هاند راب. عندنا أول خطوة وهتلاقوها في كل الإجراءات سواء الأنتيسيبتيك هاند راب أو الأنتيسيبتيك هاند ووش أو السيرجيكال أنتيسيبسيس. أول حاجة وهي ريموف جوالرز. يعني إيه ريموف جوالرز؟ يعني قم بإزالة المجوهرات. يعني هنا لو بنت لابسة خاتم دهب أو لو ولد لابس دبلة لابد إن أنت تشيلها قبل ما تعمل الأنتيسيبتيك هاند راب. طب ليه يعني ليه بقى نشيل المجوهرات دي؟ يعني هو كده رخامة وخلاص؟ لا مش رخامة يا حبيب قلبي والله، لأن هنا المجوهرات دي سواء ذهب أو سواء أي حاجة أنت لابسها، حتى لو حظاظة من الحظاظات اللي هي بتتلبس دي بتتراكم تحتيها الميكرو أورجانيزم. يبقى هنا السبب اللي يخلينا نشيل الجوالرز اللي هي المجوهرات أو الذهب أو الحاجات أو أي أشياء موجودة في اليد، وهي to avoid microorganism عشان نتجنب الميكرو اورجانيزم اللي هي الميكروبات to accumulate إن هي تتراكم inside accessory يعني داخل الإكسسوارات اللي أنت لابسها. زي ما قلنا سواء خاتم سواء حظاظة سواء دبلة أي حاجة لابد إن أنت تشيلها قبل ما تعمل هاند واشنج، محافظة عليك إن أنت تشيل الأوساخ والأتربة والميكروبات أو الميكرو أورجانيزم اللي موجودة تحت الحاجة اللي أنت لابسها. يبقى دي من الحاجات اللي هنلاقيها متكررة ولابد إن أنت تحفظ الكلمتين دول. ريموف جوالرز يعني إزالة المجوهرات. تاني خطوة بعد ما شلنا المجوهرات هروح بقى على الحاجة اللي موجود فيها الكحول أو الإزازة اللي موجود فيها الكحول. وهنا تاني خطوة عندنا وهي apply quantity of alcohol based and into a cup hand. يعني هنا عندنا هتجيب كمية من الكحول، كلمة quantity يعني كمية من الكحول into cup hand. يعني ايه into cup hand؟ زي ما شايفين كده الإيد بالشكل ده، يعني الإيد كده مضمومة بحيث إن هي طبعا ينزل فيها الكحول وما ينزلش من الإيد أو ما يقعش من الإيد. ودي كلمة كاب هاند يعني يد مقعرة. يعني ايه مقعرة؟ يعني زي ما احنا شايفين كده إن هي مجوفة للداخل عشان خاطر طبعا إن هي تشيل كمية الكحول. وده عندنا تاني هنا خطوة إن أنت بتضع كوانتيتي كمية من الكحول into cup hand يعني اليد وهي بالشكل ده. يعني انت تاخد شوية كحول. ده يعني الخطوة اللي هي او الكلام السهل اللي انت تاخد كمية من الكحول على ايدك. ايه بقى هنا السبب عندنا ان انت بناخد كمية من الكحول تكون كمية مناسبة. يعني انت لو ايدك كبيرة بتاخد كمية كبيرة شوية، لو ايدك صغيرة بتاخد كمية اصغر. هنا عندنا السبب وهي to ensure cover all surface of your hand and finger. يعني عشان تضمن ان انت cover يعني تغطي all surface يعني كل الاسطح او كل الاماكن اللي موجودة في الهاندس موجودة في ايديك والفينجرز اللي والاصابع. دي عشان ده السبب اللي خلينا بناخد كمية مناسبة على الايد ان انت تضمن ان انت تغطي جميع اسطح يديك واصابعك. هنا عندنا قبل بس نعدي الحتة دي، احنا دي الستبس دي عندنا الخطوات وده الراشونال وهو السبب. يعني ليه بنعمل الخطوة دي؟ هنا السبب اللي بيخلينا نعمل الخطوة دي وده اللي ترتيب الجدول. بعد كده بقى بعد ما خدنا كمية الكحول على ايدينا، اول خطوة بقى هنعملها بعد ما خدنا كمية الكحول وهي rub hands palm to palm.
يعني افرك كف اليد، كف اليد اليمين بكف اليد اليسرى أو العكس. يعني إن أنت حطيت كمية الكحول على إيدك وهتبدأ بقى إن أنت تفرك كمية الكحول بكف اليد اليمين بكف اليد اليسرى. يبقى تاني خطوة وهي رب هاندس، يعني افرك كف اليد هاندس بال تو بال بكف اليد الأخرى. يبقى دي الخطوة اللي احنا بنعملها مباشرة بعد ما بناخد كمية الكحول. نعمل عملية فرك للكحول بكف اليد على كف اليد الأخرى. بعد كده الخطوة اللي بعدها بقى هتروح قالب إيدك وتخلي كف اليد الأيمن فوق الظهر الأيسر مع تشبيك الأصابع والعكس، وهي الرايت بال، يعني كف اليد اليمنى over left dorsal. left dorsal يعني الظهر بتاع اليد اليسرى، يعني تخلي كف ايدك اليمين على ظهر ايدك الشمال و with interlaced finger and vice versa، يعني هتشبك الأصابع وتبدأ إن أنت تعمل عملية فرك برضك. طبعا أنت إيدك كده بقى فيها كحول، يعني الكف بتاع الإيد اليمنى فيها كحول، فأنت بتبدأ تفرك الكحول اللي في إيدك ده على ظهر الكف اليسرى مع برضك تشبيه الأصابع عشان خاطر زي ما قلنا إن أنت توصل بين الأصابع وتشيل لو في أي مايكرو أورجانيزم موجودة. عندنا هنا الخطوة إن أنت بتحط كف إيدك اليمنى على ظهر إيدك اليسرى وتشبك الأصابع، ومع العكس. يعني إيه بقى العكس؟ يعني بعد كده هتخلي كف الإيد اليسرى على ظهر الكف اليمنى وتشبك الأصابع في نفس الوقت. يعني هنا بعد ما تعمل الخطوة دي بتعمل العكس على اليد الأخرى. هنا بقى طبعا دي السبب اللي احنا بيخلينا نعمل الخطوة دي، وهي تو كلين اول سيرفيس، يعني ننظف جميع الأسطح. زي ما قلنا احنا هنا كده بنشبك الأصابع عشان نوصل بين الأصابع، وهنا انت بتخلي كف ايدك اليمنى على ظهر اليسرى عشان توصل لجميع أسطح ايدك. بعد كده الخطوة اللي بعدها وهي back of finger to opposing palm with finger interlaced. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني هتجيب الظهر بتاع الأصابع زي ما شايفين كده، ده ظهر الأصابع، وتخليها في الكف، يعني كده تشبك الأصابع في بعضها ويكون الكفين يعني قصاد بعض زي ما احنا شايفين كده، الكفين قصاد بعض. وهنبدأ نعمل عملية إن أنت تحرك إيدك الأعلى والأسفل وأنت مشبك صوابعك، بحيث إن أنت برضو توصل ما بين الأصابع بشكل كامل وأفضل. طبعا بالإضافة يعني للخطوة اللي فاتت، يعني زي الخطوة اللي فاتت برضو هتعمل تشابك في الأصابع، وفي الحالة دي برضو يكون الكفين متقابلين أو قصاد بعض. نفس القصة برضو تو بي كليند ويل، يعني عشان كده بين الأصابع تكون نظيفة أكتر، فبنعمل حركة تشابك الأصابع مع تكون الكفين متقابلين. الخطوة اللي بعدها بقى وهي روتيشنال رابنج اوف ليفت ثامب clasped in right palm and vice versa. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني انت بقى هتجيب صباعك، قلنا صباع الإبهام، قلنا المنطقة اللي هي بتاع صباع الإبهام اللي هي السفلى بتبقى من المناطق اللي ما بيوصلهاش التنظيف كويس، فبالتالي هنا بنحط الصباع اللي هو الليفت ثامب الصباع الأيسر وبنحطه في الرايت بالم في الإيد اليمنى أو العكس، أو نجيب طبعا الصباع بتاع الإيد اليمنى ونخليه في الكف بتاع اليسرى. يعني بعد ما نخلص بنعمل العكس مع الإيد التانية. يبقى هنا الفرق الدوراني، يعني نعمل عملية فرق بطريقة دائرية للإبهام الأيسر في راحة اليد اليمنى والعكس. يبقى هنا انت بتحرك ايدك دي، بتحرك كف ايدك حوالين الصباع بتاع الإبهام. ده ليه بقى هنا؟ عشان ننظف قلنا جميع تو كلين اول فينجر، عشان تنظيف جميع الأصابع. احنا هنا عندنا لما عملنا تشبيك للأصابع نظفنا أكتر حاجة هنا الأصابع اللي هم 4 أصابع،
وهنا الإبهام يعني ما تنضفش كويس، وبالتالي بناخد الإبهام هنا يعني لوحده ونبدأ نعمل له عملية تنظيف بطريقة دائرية بكف اليد الأخرى. بعد كده بقى الخطوة اللي بعدها وهي rotational rubbing backward and forward with clasped finger of right hand in left palm and vice versa. ده شايفين الحركة دي؟ هنخلي الأصابع يعني هنشبك الإيد بالشكل ده، ونبدأ إن احنا نحرك الإيد لأعلى والأسفل، ونعمل عملية فرق دوراني للخلف والأمام بأصابع اليد اليمنى. يعني واحنا مشبكين إيدينا بالطريقة دي نبدأ إن احنا نحرك الإيد للأعلى وللأسفل والعكس بقى، يعني نخلي الإيد دي اليمنى هي اللي مكان اليسرى واليسرى مكان اليمنى. فده عملية فرق دوراني عن طريق تشبيك أصابع اليد في راحة اليد الأخرى. يعني هنخلي أصابع اليد بالشكل ده، نتنيها بالشكل ده ونخليها في اليد الأخرى، ونبدأ نعمل عملية فرق لأعلى والأسفل. طبعا الحاجة دي بيبقى الهدف منها وهي تنظيف تحت الأظافر، يعني أنت بتخلي صباعك الأصابع موجودة داخل الكف، طبعا بتعمل عملية تنظيف لتحت الأظافر. يبقى هنا من الحاجات المهمة برضو إن أنت يكون يعني الأظافر مقصوصة، بحيث لو طبعا عملت الحركة دي والأظافر غير مقصوصة فممكن إن أنت تعور إيدك. أنت لابد إن أنت تقص ضوافرك كويس بحيث إن أنت ما تعورش نفسك أنت بتعمل الحركة دي. الخطوة اللي بعدها بقى وهي فرق اليدين معا، يعني هتقعد تفرك إيدك مع بعضيها until hand are dry، يعني لحد ما إيدك تجف. before continuing with patient care، يعني قبل ما تروح تدي رعاية للمريض. or put on gloves، أو إن أنت تلبس الجلافزات. يعني هتقعد تفرك إيدك مع بعضها لحد طبعا إحنا قلنا الكحول ده بيبقى عامل زي الجل، فبيبقى القوام بتاعه تقيل، فبالتالي أنت لما بتعمل عملية الفرك بيبدأ إن هو يعني يروح من على الجلد وتبدأ إيدك تجف. دي هنا عندنا الخطوات مجمعة زي ما احنا شايفين كده. الأول بتاخد كمية من الكحول وتحطه على إيدك، وبعد كده بتعمل عملية فرق الكف اليمنى بالكف اليسرى، وبعد كده زي ما قلنا تشبيك الأصابع، وتحط كف إيدك اليمنى على ظهر اليسرى، وبعد كده تقلب إيدك وتخليها يعني العكس، الكف اليد اليسرى على ظهر اليمنى. وبعد كده هنا بتبدأ إن أنت تحط الأصابع تشبكها وتخلي الكفين متقابلين. وهنا بعد كده زي ما قلنا بنحط الصوابع في البالم في الراحة بتاع اليد. نبدأ نعمل عملية روتيشنال موفينج، يعني عملية دائرية أو إن هو حركة دائرية، بحيث إن إحنا ننظف أندر فينجر نيلز تحت الأظافر بتاع الصوابع. وزي ما قلنا هنا برضو من الحاجات المهمة إن إحنا الليفت صامب، يعني إن هنا الإصبع الأيسر نخليه في راحة اليد اليمنى، والعكس برضو نخلي الإصبع اليمين في راحة اليد اليسرى، ونعمل عملية دائرية بحيث إن إحنا ننظف الإصبع الكبير أو الإصبع الإبهام. وهنا برضو دي من الخطوات برضو يمكن مش موجودة في البروسيجر فوق، وانت هنا بتعمل هنا عملية دائرية بالأصابع بتاعتك كلها، عملية دائرية على كف اليد، وطبعا بتقلب ايدك وتستعمل اليد الأخرى. وبعد كده زي ما قلنا بنفرك ايدينا لحد ما يحصل عملية دراينج يحصل لها ان هي تجف. احنا كده شفنا البروسيجر، شفناه بالصور عشان خاطر يعني تستوعب البروسيجر كويس. فاحنا هنا هنعرض يعني فيديو هيبدأ ان هو تشوف البروسيجر عن طريق الفيديو وتستوعبه كويس ان شاء الله رب العالمين. عندنا هنا هنشوف الفيديو ده. هنا عندنا هاند رابنج ستيبس زي ما احنا شايفين كده، دي الخطوات بتاع الانتيسيبتيك هاند راب، طبعا زي ما قلنا حسب WHO اللي هو منظمة الصحة العالمية. نشوف دلوقتي بقى الفيديو أو الخطوة، وهي طبعا إن أنت بتاخد
كمية من الكحول على إيدك. بعد كده بتبدأ إن أنت تعمل رابنج لكف اليد اليمنى بكف اليد اليسرى. وبعد كده زي ما قلنا كده بتقلب ظهر ايدك اليسرى وتعمل عملية فرق بكف اليد اليمنى لظهر الكف اليسرى مع تشبيك الأصابع، والعكس بقى. وبعد كده زي ما قلنا كده بتعمل فرق للكفين مع بعض مع تشبيك الأصابع. وبعد كده زي ما شايفين كده انت بتعمل عملية فرق للأظافر بتاع اليد في راحة اليد. وبعد كده عملية الفرق الدوراني للصمب اللي هو الإصبع بتاع الإبهام. زي ما قلنا كده دي الروتيشنال برضو الحركة الدائرية اللي انت بتنظف برضو تحت الأظافر مع عملية الحركة الدائرية. انت بتنظف الكف بتاع اليد وفي نفس الوقت بتنظف تحت الأظافر بشكل كامل. بعد كده بقى طبعا بتعمل عملية دراينج. طبعا ده الفيديو ده عشان خاطر ان انت تستوعب بروسيجر زي ما شرحناه، ونكون كده النهارده خلصنا اول بروسيجر وهو الانتي سيبتيك هاند رابنج اللي قلنا بنستخدم فيه الكحول، وشوفنا الخطوات بتاعته. ان شاء الله يا رب يكون فهمته. هو كل ما عليك ان انت بتحفظ الخطوات باللغة الانجليزية، فانت في بعض الكلمات هتلاقيها بتتكرر معاك، فانت تبدأ تحاول ان انت تحفظها لحد ما تحفظ الخطوات. بعد ما تكون انت كده فهمت الخطوات، ان شاء الله الفيديو القادم باذن الله رب العالمين هنشرح الانتيسيبتيك هاند ووش والسيرجيكال انتيسيبسيس. يا رب يكون عجبكم الفيديو وفهمتوا الشرح. لا تنسوش ان شاء الله الاشتراك في القناة، ولو في اي حاجة اكتبها لنا في الكومنتات. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.